السلام عليكم. كنا في زيارة لأهلنا في القرية. عملوا العيش الفلاحي. عملوه بطريقة حلوة جدا. عيش شكله جميل جدا وطعمه أجمل. العجينة عبارة عن ملح، خميرة، ومية ودقيق، مش أكتر من كده. بيعجنوه عجينة متماسكة ما بتلزقش، وبيعجنوه ويكوروه كور كده، بيعملوه على شكل كور ويركنوه يا دوب بالظبط. مجرد ان هم يسخنوا الفرن، ما بيسيبوش يخمر. مجرد يسخنوا الفرن بيبداوا يخبزوا فيه. ما بياخدش وقت خالص في عمايله، سهل جدا. وزي ما انتم شايفين كده بطريقته سهله خالص، ما بتاخدش اي وقت. بيعملوه بالمكنه دي اللي بتفرد دي، تفرده رفيع كده وبيطلع جميل جدا، عامل زي الرز. شايفين السهوله؟ ما شاء الله. مسموح ندخل جوه ولا لا؟ عادي. برضو كمان في عملية الخبز ما بياخدش وقت خالص، يا دوب ثواني في الفرن وبيخرج بسرعة. ده الفرن اللي هو بالغاز. شايفين جمال العيش؟ ما شاء الله، يسلم ايديكم. اول ما بيخرج من الفرن بيبقى طري شويه، لكن بعد كده بيفردوه في كرتونه زي ما انتم شايفين كده وبينشف. بيبقى زيه بالظبط، بس كل الفرق ان ده عليه خميره. قد ياكلوه كعيش عادي او يعملوا منه الفتة. استمتعنا جدا 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 بشكل العيش والجو بتاع الخبيز. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. يا رب بالصحة والعافية. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في فيديو آخر. السلام عليكم.